السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. احب ارحب بيكم كلكم وبطلب منكم يا ريت تتفاعلوا اكتر مع القناة، لان بجد الفترة اللي فاتت دي كانت القناة تتقفل، فدلوقتي بقى رتم المشاهدات واقع جدا. فياريت تساعدوني باللايك والشير، واللي مش عامل متابعة يعمل متابعة، اللي بيتفرجوا على الفيديوهات من غير ما يكونوا مشتركين يا ريت تفعلوا زر الجرس وتدوسوا متابعة فضلا وليس أمرا. طبعا اللايك والشير والكومنتات فعلا بتفرق. بشكركم جدا على تعليقاتكم على الفيديوهات. بالنسبة للرسائل أنا عايزة أعرف رأيكم باستمرار فيها. رسالة النهاردة هي رسالة من حبيب لحبيبته، رسالة حلوة جدا. من حبيب هو ندمان قوي على بعده عن حبيبته، بس هو شايف ان البعد ده كان خارج عن ارادته، لكنه كان مضطر ليه. علشان كده هو باعت رسالة لحبيبته بيستسمحها فيها وبيطلب منها انها تسامحه ويرجعوا لبعض تاني ويبقوا سوا. فيلا بينا نسمع الرسالة على لسان الحبيب. بيقول لحبيبته: وحشتيني قوي، وحشتيني قوي من هنا لحد بكرة ولحد اخر يوم في عمري. لو فضلت اقولك وحشتيني مش هقدر اعبرلك عن مشاعري الحقيقية تجاهك وقد ايه انا مفتقدك الفترة اللي فاتت دي، لكن كان غصب عني لازم ابعد. كان البعد مفروض عليا وكنت مضطر ليه، وفكرت ان انا ابعد عنك شوية وافتقدك حبة ولا اخسرك للابد. فطبعا كان مش قدامي خيار تاني عشان احافظ بيه عليكي. ايوه، بعدي عنك الفترة اللي فاتت دي كان عشان احافظ على حبنا ان هو وعلى علاقتنا انها تكمل، لكن لو كنت فضلت وكنت اوحت وعاندت صدقيني كنت ممكن اخسرك للابد. ودي حاجة انا ما اقدرش عليها، لان معنى ان اخسرك ان انا كمان اخسر روحي معاكي. فصدقيني لو الاختيار بتاع البعد المؤقت ده اللي انا اخترته كان صعب عليكي، فهو كان صعب عليا انا اكتر بكتير. صدقيني يمكن انت اللي من زمان الحب الوحيد اللي انا قابلته في حياتي، الحب اللي خلاني احس بجد ان انا ليا لازمة وليا قيمة، ووجودي في الحياة مهم وفارق بالنسبة لحد. ايوه، ما تستغربيش من كلامي ده، فعلا انت من اول ما ظهرتي في حياتي وانا حاسس ان انا ليا لازمة وليا قيمة، ووجودك معايا فارق فعلا. حاسس كده ان انا انسان استحق ان اتحب. قبلك ما كانش عندي الاحساس ده، كان كل اللي حواليا بيحسسوني ان انا عالة وعبء عليهم. كنت حاسس كده لو ان انا موجود او مش موجود او غبت محدش هيحس بيا، يعني انسان حضوري زي غيابي، لا بقدم ولا باخر. يمكن لو غبت وبعدت عنهم هيستريحوا مني، هيستريحوا من عبئي عليهم. صدقيني الشعور ده قاتل ومميت. علشان كده لما انتي ظهرتي في حياتي ولقيتك بتديني كل المشاعر الحلوة والجميلة دي اتلخبطت. يعني حطي نفسك مكاني، واحد زي من وانا صغير عايش في اضطرابات مش مفهومة وطول الوقت في مشاكل وفي صراعات انا مش قدها ومش عارف ليه ومش عارف ايه سببها. طول الوقت حاسس ان انا مسبب مشكلة للي حواليا. انا اتربيت يتيم، فكان كل اللي حواليا بيحاولوا يبينوا لي ان هم مهتمين بيا وشايلين همي، لكن في نفس الوقت كنت حاسس ان انا بلخبط لهم خططهم وتفكيرهم. ممكن اكون عبء على مرات خالي، على عمتي. مش عارف اقعد في البيت اكون زيهم زي ولادهم. حاسس طول الوقت انه نظيف. عمري ما حسيت ان انا ليا المكان بتاعي اللي اقدر اتصرف فيه واتعامل فيه براحتي، وفي نفس الوقت الحاجة اللي كانوا بيدوهاني كنت بحس انها مش بتاعتي خالصة، ده جاية من المفروض كان عيالهم اولى بيها. كنت بحس النظرة دي طول الوقت في عيونهم، فكنت باخد الحاجة على استحياء، بحاول احافظ عليها اطول وقت ممكن عشان ما اضطرش اطلب غيرها. فلما انت جيتي واديتيني الثقة في نفسي وابتديت اقف على رجلي واشتغل وابقى انا صاحب كل حاجة في حياتي، حصل لي زي صدمة، اللي هو انا هتعامل مع الحاجات دي ازاي. انا فعلا بقيت دلوقتي قادر اتحكم في نفسي وفي مصيري وفي حاجتي وفي حياتي، وعندي كمان حد بيخاف عليا، ده وجودي فعلا فارق في حياته. كانت الإجابة صعبة وكنت تايه كده ومش عارف أوصل لإجابة حقيقية. وقتها استشرت حد
يعني بيفهم في المجال النفسي وفي العلاقات. قال لي ان انا محتاج فترة ابعد فيها علشان ارتب اوراقي واعيد تفكيري من اول وجديد، واعرف ان المفروض عليا ايه بالظبط اعمله علشان ما اخسركيش. علشان انا كان عندي مشاكل نفسية بتظهر في تعاملاتي، وممكن لو ما لحقتش المشاكل دي وحاولت احلها هتعامل بنفس الطريقة معاكي، وقتها كنت هخسرك للأبد، وما كنتيش هتتحملي اصلا انك تفضلي تكملي معايا. اصل ايه اللي يجبرك تكملي مع انسان مريض وعنده عقد من الطفولة متراكمة انتي مش مسؤولة خالص انك تحليها؟ فدي فعلا كانت الأزمة الكبيرة بالنسبة لي. عشان كده اضطريت ان انا ابعد الفترة اللي فاتت دي، وكنت معتقد ان الفترة دي مش هتطول قوي، بس برضو كنت حاطط قدامي انها فترة ضرورية علشان اعرف ارجع واكمل، لان انا مش عايزك تضيعي مني، عايزة اتعامل معاكي بطريقة انتي تستهليها، واكون معاكي انسان سوي. اصل انتي ايه اللي هيجبرك ترتبطي بانسان مضطرب، انسان عنده عقد من الطفولة وحاجات هتطلع عليكي وهتطلع على عيالك، ومش هبقى طبيعي في التعامل معاكي. عشان كده قررت ان انا ابعد. واول ما احتجت لمساعدة وابتديت امشي على الطريقة اللي الدكتور وصفها لي، ولقيت نفسي بقيت انسان كويس، جيتلك على طول. وقررت وقتها اني لازم اعترفلك بكل حاجة حسيت بيها، عشان تعذريني وتفهمي قد ايه ان انت غالية عليا، وان انا بسببك وبسبب حبك قررت فعلا ان اتعالج وان اتغير، وان ما خليش اي مشكلة او اي ذكرى أليمة في الماضي تأثر عليا وعلى مستقبلي معاكي. لان انا حريص ان العلاقة دي تكمل، وان علاقتي بيكي تنجح، وبجد بقى نفسي اعمل بيت واستقر ويبقى ليا أسرة، وانتي تكوني ملكة الأسرة دي، انتي تكوني زوجتي وام ولادي، وتديني الفرحة اللي اتحرمت منها بدري قوي، اتحرمت منها من وانا صغير. واشوفك كده واشوف حنانك على ولادك اللي انا هعتبر نفسي واحد منهم، لان بجد ده شعوري اصلا معاكي. بحس ان انتي فيكي حنية الام. انا يمكن ما عشتش مع امي كتير، لكن فاكر كويس حنيتها عليا، وفاكر قد ايه نظرتها كانت كلها خوف وحب. تصدقي لما اقولك ان انا بلاقي النظرة دي فيكي، وبحس قد ايه انتي بتحبيني وبتخافي عليا. عشان كده مهما بعمل ومهما ببعد واكون مزعلك عارف ان انتي هتسامحيني، لانك حبك ليا مش حب عادي، مش حب واحدة بتحب واحد ومرتبطة بيه وعايزة تتجوزه وخلاص. انتي حبك حب منزه كده من اي مشاعر وحشة، من اي حاجة فيها مصلحة. انتي بتحبيني عشان انتي بتحبيني، عشان نفسي، عشان شايفة ان انا استاهل ان اتحب. بحس فعلا فيكي بحنية الام. عشان كده لما بعمل اي حاجة بكون واثق ان انتي وقتها هتسامحيني، زي ما الام بتسامح ولادها مهما عملوا ومهما قسيوا عليها. وده اللي بيخليني مش عايزة اخبي عليكي اي حاجة، عايزة اعرفك كل حاجة بعملها وكل خطوة بخطيها عشان تدعيلي من قلبك. وببقى متأكد ان اكيد ربنا هيستجيب لدعاكي، عشان انتي بتدعي بقلب صادق وبحب فعلا. والحمد لله، انا عارف ان الفترة اللي فاتت كنت مسبب لك لخبطة وتوتر وانتي قلقانة عليا، بس الحمد لله اهو فترة القلق عدت وبقيت معاكي. اتمنى بقى انك تسامحيني على الغياب اللي فات ده، وترجعي لي من اول وجديد، ونكمل حياتنا مع بعض، ونبتدي على صفحة بيضة، وننسى اي مشاكل حصلت قبل كده. صدقيني، صدقيني انا مستعدة ابتدي معاكي حياتي من اول وجديد، زي الطفل اللي لسه بيتولد، كل حاجة جديدة. نفسي كده تنسي اي تعب شفتيه معايا او قبلي، وتنسيني كمان اي حاجة انا مريت بيها. انتي ما تعرفيش انا مريت بمشاكل قد ايه، ومريت بذكريات مؤلمة قد ايه. بجد نفسي انسى كل ده معاكي، وابتدي معاكي من جديد. ابتدي انا وانتي في صفحة بيضة، احنا اللي نكتب اول كلام فيها، نبدأ بحياتنا، نعمل بلاد ونعمل أسرة كويسة، أسرة صغيرة. مش عايز اكتر من ولد وبنت يكونوا منك ويكونوا شبهك، وانا وانتي نعيش مع بعض. مش مهم نعيش ازاي، صدقيني انا هحاول اديكي كل اللي انت عايزاه، هشتغل وكل اللي هكسبه من شغلي هيبقى بين ايديكي،
ليكي الحرية تصرفيه بالشكل اللي انت شايفاه صح. لا عمري هقولك صرفتي قليل ولا صرفتي كتير، ولا عمري هقولك جبتي ده ليه او ما جبتيش ده ليه، لان انا واثق في تخطيطك وواثق في حكمتك، وعندي يقين كامل انك اي حاجة بتعمليها فهي لمصلحتي ولمصلحة الأسرة. نفسي قوي اعيش احساس الأسرة اللي انا اتحرمت منه. نفسي ما اكونش ضيف في أسرة، لا ابقى انا صاحب الأسرة دي. وصدقيني وقتها لو طلبتي نجمة من السما هجيبها لك واحطها بين ايديكي، لان انا فعلا محتاجك قوي، ومحتاج انك تسامحيني، ومحتاج انك تصدقيني وتديني الحب، لان انا اتحرمت من الحب ده كتير قوي. فبجد انا مستنيكي جدا، ومستني بس اشارة منك تقولي لي انك مسامحاني. وصدقيني من بكرة هتجوز انا وانتي. انا مستني فرحي عليكي زي بالظبط العيل اللي بيستنى ليلة العيد، عشان هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحه. فانا علاقتي بيكي هي النور، هي اللي فيها الفرحة، هي اللي بحس فيها بالامل، هي اللي هتنسيني كل جراحي. سامحيني، وانا مستنيكي ومستني ابقى معاكي. بحبك قوي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من حبيب لحبيبته، عانى كتير وتعب كتير، ومستنيها هي تطبطب على قلبه وتنسيه كل جراحه، وتبتدي من معاه من أول وجديد. حب وحياة وحنان، كل ده هو اللي بيحلم بيه بس الحبيب. يا ترى حبيبته هتقدر تحقق له أحلامه دي؟ هتقدر تديله الحب اللي هو مستنيه؟ يا رب يا رب يوفقهم ويقدروا يكونوا الأسرة اللي بيحلموا بيها، لأن أي حد سوي، أي حد اتحرم من حنان الأم وهو صغير بيفضل يدور عليه لحد ما يموت. فيا رب يجمع كل الأحبة. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، وأقول لكم استنوني بكرة مع رسالة جديدة. سلام عليكم.